بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الفل عليكم. النهاردة هنعمل جلاش بطريقة مختلفة عن اللي عملناه قبل كده. احنا عملناه قبل كده بالكاسترد. الفيديو موجود على القناة برضو. النهاردة هنعمله بسوداني وزبيب وجوز الهند مش اكتر، وهنلفه بنفس طريقة السمبوسك، نفس لفة السمبوسك. للي ما يعرفش كمان يلف السمبوسك الطريقة دي هتعجبه. هنا بعد ما طلع من الفرن سقيته بالشربات. الشربات طبعا بارد، هو سخن بس مش عارفه اوريهولكوا. الشربات بارد، الجلاش يطلع سخن هش وجميل طري من جوه وطعمه حلو قوي. فكرنا برمضان بصراحه اول ما عملناه. معانا لفه جلاش، معانا سمنه كده كده انا مش مسيحاها لان الجو حر وهي سايحه لوحدها. معايا في البولة الكبيرة دي سوداني وجوز الهند وزبيب مش اكتر، نفس يعني التحبيشة بتاعت رمضان. هنا في كوبايتين مية، كوبايتين سكر، عصرة ليمون، ان الجلاش بيحب الشربات بارد وتقيل شوية. هنا معانا لفة الجلاش، انا هاخد نصها اللي هو هقسمها بالعرض يعني كده، وهاخد نصها ورقة ورقة، مش هاخد كتير عشان ما تبقاش تقيلة يعني. هنبص هنعملها ايه، نفس ورقة السمبوسك، هنلفها نفس الورقة بتاعت السمبوسك كده. وهنحط الحباش اللي احنا عاملينه. الطريقة دي هتعجبكم جدا، سهلة، مبتاخدش وقت وما بتاخدش مجهود. دي طريقة لفة السمبوسك بالظبط. نعمله مثلثات كده. لو وصلنا لحد هنا وأول مرة تشوفوني يا ريت نعمل اشتراك في القناة، ولو الفيديو عجبكم إن شاء الله نعمل لايك من فضلكم. هنا سهلة خالص، أنا بعملها بس بشويش عشان اللي ما بيعرفوش يلفوا اللفة دي ياخدوا بالهم كويس. نلف ورقة كمان، نلف ورقتين تلاتة كده لحد ما تحسوا إنها سهلة يعني. ده نص اللفة، يعني أنا واخدة نص اللفة بالعرض كده علشان مش عايزاها تقيلة. برضو بنفس الطريقة. هي اللفة كمان ما كانتش سليمة قوي، كانت برضو فيها مقطع كتير، بس الطريقة دي حلوة يعني، حتى لو مقطع بنعرف ندخله في بعضه. بصي يعني نحط صباعنا على البوز ده ونسند بالبوز التاني، مثلث ساهل. على فكرة أنا من الناس اللي ما كانتش بتعرف تلف السمبوسك برضو، كنت بعاني برضو عشان أعرف ألفها. تمام كده. هنعمل برضو واحدة كمان برضو عشان أوريكم الطريقة. انتي حابة تكتري سمنة براحتك كتري يعني. ادي اوريكم اهي واحدة مقطعة خالص اهي، بايظة يعني، هوريكم ان هي هتنفع برضو. تمام. هنتنيها، هنحط السمنة يعني، حتى لو مش هنعرف نفرش السمنة كده نخبط بالفرشة كده وخلاص. تمام اهي احنا متنيناها، بس اللقطة بتاعت الحشو ما جاتش. دي برضو اخر ورقة بوريها لكم. انا كده حشيته كله. دي اخر برضو ورقة بوريها لكم للناس برضو اللي ما بتعرفش تلف السمبوسك. يا جماعة الطريقة دي سهلة قوي. احنا بنتنيها على بعضها كده تلاتة، هتدينا شكل ورقة السمبوسك. حابة تعوزي سمنة، حابة تزودي سمنة. ولو لفت الجلاش نوع كويس بتديكي نتيجة كويسة. اهي خالص اهي، سهلة خالص يعني، نلف بسرعة. ما ننساش الاشتراك في القناة يا جماعة من فضلكم، عايزين القناة تكبر. ادي اخر واحدة عملتها. معانا صينية كبيرة كده، هنغطي كل واحدة بالفرشة كده.
كل واحدة هندهنها سمنة نغطيها بالفرشة لحد ما نعمل الكمية كلها. انا اوريدي مولعة الفرن ساخن هو دلوقتي على 220 علشان الجلاش ما ينشفش مننا. مجرد بس ما ياخد اللون الذهبي كده. احنا الشربات معانا بارد خلاص زي ما قلنا قبل كده، ويغلي شوية يعني ما يبقاش خفيف زي شربات البسبوسة كده. احنا عايزينه مش تقيل يعني، اللي هو غلى كام غلوة كده. ده هندخلها الفرن دلوقتي. اوريكم ان الشربات خلاص اهو. دي طلعت اهو الشربات بارد اهو. انا بحط ايدي عليه عشان تعرفوا ان هو بارد. الصينيه لسه سخنه طبعا. هنسقي واحده واحده لان الصينيه كبيره فالشربات هيبعد عن بعضه يعني، فهنسقي واحده واحده. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. يبقى عندنا الطريقتين، طريقه موجوده على القناه برضو اللي هي بالكاستر كانت حلوه جدا برضو. وادي الشكل النهائي. يا ريت لو عجبكم الفيديو نحط لايك وكومنت حلو كده. هي لسه سخنة بس مش عارفة اقطعها. وبالهنا والشفا يا جماعة، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. حاجة حلوة وسهلة متاخدش وقت وما بتاخدش مجهود. هشة ازاي هو بس سخنة مش عارفة اتعامل معاها. وشكرا وباي باي.